كتشوف العاصمه الرباط، كتشوف الخلفيه، كتشوف هذه العفويه، كتشوف هذا الحب الصادق، كتشوف هذه التلقائيه. ما يمكن الا تفتخر بعاصمه اللي اجتمع فيها اليوم الرباطي، سلاوي، البيضاوي، اكادير. راه لو اتيحت الفرصه انه الدار البيضاء تستقبل الاسود غادي يخرجوا كاملين اكثر كاع. اكادير، جميع المدن، العيون الداخله. شفنا في كل انتصار، في كل مقابله، انه مدينه الداخله كلهم كانوا خارجين يحتفلوا بالاسود، العيون، القنيطره. يعني شفنا جميع المدن، شفنا طنجه، شفنا تطوان. يعني ما كرهناش المنتخب والحافله تجوب كل المدن. العبره الثانيه هو الافتخار بالانتماء، واحد الشحنه في الوطنيه، حب الوطن. لاحظنا واحد السلوك جماعي اللي عندنا كبير في هذه مده الشهر. شنو هي؟ ولينا اكثر محبه فيما بيننا، ولينا اكثر محبه في محيطنا وفي الاخر، واكثر عطاء. هذا القميص الوطني والحمر والخضر ولا كيف؟ هذا ولا سلوك اعتيادي كنلاحظوا. كاين واحد الدرس بليغ اللي عطانا وليد الركراكي ونجح فيه، هو مغاربه العالم. الكرة القدم بينت لنا لأن مغاربة العالم هو خطاب ديال صاحب الجلالة من ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة على الصعيد العالمي. وليد الركراكي استطاع أن يوظفها ويخلق التوليفة بين الوطني والخارجي، واستطاع أن يخلق واحد اللحمة بين هذه الكفاءات. وهذا درس بليغ بديناه في كرة القدم، وخاصو يستمر في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة من مغاربة العالم. نقدروا نقولوا أنه وصفة النجاح تختصر في كلمة: الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل المناسب في المكان المناسب، الذي ينخرط مع الجماعة، والذي يتفاعل، والذي يضحي من أجل الجماعة، والكاف حب الوطن. والكاف حب الوطن، هذا هو أهم حاجة. هذا هو خلق لهم الحلم. الحلم هو دائما يدفعهم للأمام، عنده واحد الرؤية، وهذه المجموعة حلما مشتركا يجب تحقيقه من أجل بناء واحد اللحمة اللي عندها واحد الأثر جد إيجابي. راه ماشي فقط على الجانب الرياضي ولا الكروي، الجانب الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والقيمي والأخلاقي. راه اليوم بفضل هذا السياق، حتى الدبلوماسي. راه في هذا السياق اللي كتكلم عليه سيدي العكاري عبد الرزاق، هو انه بفضل الانجاز الكروي الذي حققه المنتخب الوطني، راه في اقل ب 24 ساعه اكثر من 2 مليون تدوينه عبر محركات البحث بحثا عن المغرب. يعني نقدروا نقولوا ما قامت به الكره دبلوماسيا وفي الترويج للمغرب عنده قيمه كبيره جدا. المغرب ما بعد مونديال قطر غادي يكون مختلف مباشره بعد 1986. استقبال تاريخي كان نفسه. ما هو التصريح ديال المغفور له الحسن الثاني؟ قالها في خطاب: ما حققته نوال المتوكل وعويطه والمنتخب الوطني أكثر مما حققه السفراء المغاربه. والحافله الان اذا سمحتي، حافله التي تقل دخلت الى باب السفراء. هنا الجماهير المغربيه بكثافة جدا تلقائية كبيرة جدا قدمت لتحية الأسود. وحافلة الحافلة التي تقل المنتخب الوطني كما قلت وصلت إلى باب السفراء ومن ثم إلى القصر الملكي بعد هذا الاستقبال الجماهيري والشعبي الكبير جدا. وبتعليمات من جلالة الملك تحظى الأسود بهذا الاستقبال. جلالة الملك محمد السادس سيستقبل المنتخب الوطني استقبال ملكي احتفاء وتقديرا بالإنجاز التاريخي الذي بصم عليه المنتخب الوطني. وهذه الصور تختصر في جملة واحدة: التفاف ملك وشعب حول العلم الوطني في لحظة وطنية صادقة تعكس هذه الصورة وهذا الإنجاز التاريخي الغير المسبوق لكرة القدم الوطنية. تعكس هي تمرة من ثمار استراتيجية ملكية واضحة حكيمة حددت خارطة الطريق من أجل نهضة رياضية لا تقف فقط عند كرة القدم. رؤية ملكية
أثمرت بنيات تحتية كروية كبيرة جدا بمواصفات عالمية. نتحدث اليوم عن مغرب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، نتحدث عن ملاعب القرب، عن مركبات، عن بنيات تحتية، عن سياسة رياضية يقودها جلالة الملك محمد السادس. وإنجاز الأسود اليوم هو جزء من هذه الرؤية الملكية التي هيأت لهذا الإنجاز الكروي الغير مسبوق الذي جعل المغرب الأول عربيا وإفريقيا. المنتخب الوطني اليوم ارتقى إلى المركز 11 عالميا. إنجاز كروي جماعي. المنتخب الوطني أبان عن انضباط تكتيكي وروح تنافسية عالية وقتالية واضحة ووطنية صادقة، وهو ما يفسر وجود أسماء كبيرة جدا كسفيان أمرابط، أشرف حكيمي، رومان سايس ضمن التشكيلة المثالية للمونديال اختارتها صحيفة ماركا الإسبانية والكيب الفرنسية. سي محمد بن شريفة، أنت لاعب دولي سابق، اليوم هذا الإنجاز الكروي الذي حققه المنتخب الوطني، اليوم المغاربة كيقولوا الأسود شكرا، خرجنا من مونديال قطر.